طيب، النهاردة بنغوص في قصة مؤثرة جدا. معانا مقال بيحكي عن تضحية إنسانية وبطولة استثنائية. قصة فعلا تهز الوجدان. المصدر اللي معانا بيركز على اللحظات الأخيرة لطيارة منكوبة فوق منطقة راس البر في مصر، وعلى القرار المصيري لطياريها، الرائد محمد السيد سليمان والملازم أول باسم محمود شبل. الأسماء دي مهمة جدا في القصة دي. أكيد، مهمتنا هنا مش بس نسرد الأحداث، لا، عايزين نفهم أكتر معنى التضحية دي والشجاعة الكبيرة في وش الموت زي ما النص بيصورها. خلينا نبدأ نفكك الموضوع ده. تمام. القصة بتبدأ بوضع مأساوي، عطل فني مفاجئ في الطيارة. دي حاجة بتحصل للأسف في حوادث الطيران. صحيح. لكن اللي بيخلي الحادث ده مختلف ومحور كلامنا هو مكانه وتوقيته. المقال بيوضح إن الطيارة كانت طايرة فوق منطقة سكنية. منطقة رأس البر دي معروفة إنها مليانة سكان. الموضوع ما كانش خطر عليهم هم بس؟ لا طبعا، كان خطر كمان على مئات الناس اللي على الأرض. هو ده السياق، الظروف اللي اتاخد فيها القرار البطولي ده. وهنا بقى النقطة المهمة. الطبيعي في المواقف اللي زي دي، الأعطاهي الكبيرة، إن الطيارين بينطوا بالباراشوت عشان ينقذوا نفسهم. المصدر بيقول إن الخيار ده كان قدامهم، صح؟ بالظبط، ده الإجراء القياسي، البروتوكول عشان سلامة الطيارين. لكن هنا بقى المقال بيركز قوي على إن الرائد سليمان والملازم شبل اختاروا حاجة تانية. اختاروا ما يقفزوش؟ تماما. وده مش مجرد مخالفة إجراءات، لا، ده اختيار واعي ومدروس. حتى لو اتاخد في لحظات قليلة جدا، فضلوا في الطيارة عشان يسيطروا عليها لأطول وقت ممكن. وده هو جوهر البطولة اللي بيحكي عنه المقال. إنهم فضلوا في الطيارة معناه تقريبا حكم مؤكد بالموت. أكيد. لكن في نفس الوقت دي كانت الفرصة الوحيدة عشان يوجهوا الطيارة بعيد عن البيوت والناس. المصدر بيربط القرار ده بحاجة سماها عقيدة الرجالة والشرف والبطولة. ممكن نفهم دي إزاي؟ هو المقال بيصورها مش مجرد كلام أو شعار، لا، دي زي مبدأ أخلاقي قوي جواهم، هو اللي منعهم يفكروا في نفسهم وبس، والناس اللي تحت في خطر كبير. الواجب والشرف قبل الحياة نفسها. بالظبط، تضحية بالذات عشان الآخرين. القرار ما كانش رد فعل وخلاص تحت ضغط، لا، كان تجسيد لقيم هم مؤمنين بيها، مسؤولية تجاه الناس لحد آخر لحظة. القصة بتدخل في حتة إنسانية أعمق كمان لما المصدر بيحكي عن الحوار الأخير اللي دار بينهم في الكابينة. الحوار ده مؤثر جدا. الرائد سليمان كقائد أمر مساعده الملازم شبل إنه يقفز. قال له اقفز يا باسم، محاولة أخيرة منه ينقذ زميله الأصغر. وده بيوري قد إيه كان قائد حقيقي. لكن الرد بتاع الملازم شبل زي ما القصة بتحكيه هو اللي فيه كل المعاني. قال إيه؟ معاك يا فندم. جملة بسيطة جدا، يالله، لكن فيها كمية ولاء ورفض إنه يسيبه لوحده ومشاركة في المصير لحد النهاية. دي مش مجرد طاعة عسكرية، دي التزام بالرفقة والواجب سوى لآخر نفس. الكلمتين دول بيفضلوا يرنوا في الودن. فعلا مشهد صعب وصفه، وفاء وتضحية لأبعد مدى. والمقال بيضيف كمان بعد روحاني للحظات الأخيرة قوي قبل الاصطدام. صحيح، النص بيوصف إزاي صوت الشهادتين اتردد في الكابينة: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. لا إله إلا الله. المقال وصفها إنها كانت آخر صرخة بطولة وإيمان، في وش الموت الحتمي لجأوا لإيمانهم، وده بيدي لبطولتهم بعد إنساني وروحاني زيادة. وفي الآخر التضحية دي حققت هدفها الأهم. تمام. المقال بيأكد إن الطيارة وقعت في مياه البحر المتوسط، بعيد خالص عن البيوت في راس البر، ومحدش من المدنيين اتصاب بأي أذى. حياتهم كانت هي الثمن المباشر عشان ناس كتير تعيش. فالخلاصة بقى من المصدر ده إن القصة أكبر من مجرد حادثة وضحايا، لا، دي قصة بطلين صنعوا قدر مختلف بقرارهم الواعي ده. الرائد سليمان والملازم شابل حسب الرواية دي مش مجرد ضحايا عطل فني، لا خالص، دول أبطال اختاروا مصيرهم عشان خاطر ناس تانية. المقال بيشدد على النقطة دي قوي، بيقول إنهم كتبوا بدمهم أروع صور التضحية والفداء. موتهم ما كانش وخلاص، لأ، ده كان تمن مقصود عشان حياة الآخرين. وده بيخلينا نفكر تاني في معنى الواجب والشرف في أصعب الظروف. خلاص مفيش أمل تماما. ده بيخلي فعلهم ده تضحية صافية 100%، مفيش احتمالات،
بس يقين إنهم لازم يحموا الأرواح اللي على الأرض. دي البطولة الحقيقية زي ما المصدر بيعرضها. والمقال بينتهي بدعوة قوية إن ذكراهم ما تتنسيش، وإن قصتهم دي لازم تتحكى كنموذج للتضحية والفداء. بيقول إن أساميهم كتبت قصة البطولة الخالدة. وبيفضل السؤال الأعمق اللي القصة دي بتسيبه ورانا، وهو مش سؤال وخلاص، لأ، ده دعوة للتفكير في زمن ممكن يبان فيه إن الأنانية والفردية هي اللي مسيطرة. إزاي قصص زي دي بتأثر فينا؟ قصص عن أعلى درجات الإيثار والتضحية عشان الصالح العام. سؤال مهم فعلا. ويعني إيه اللي القصص دي بتكشفه عن الروح البشرية وقدرتها إنها تسمو فوق الذات حتى في أصعب اللحظات وأكترها يأس؟ القصة دي زي ما بيحكيها المصدر بتسيب ورانا الإرث التقيل